جبت لكم الطريقة الأصلية للجبنة القريش، الجبنة القديمة بتاع أجدادنا، لازم تجربوها بجد تحفة. يلا يا ست البيت الشاطرة، انزلي كده هاتيلك 3-4 كيلو جبنة قريش وخزنيهم معايا بالطريقة اللي انتي هتشوفيها دي. بس قبل ما ندخل على الفيديو انزل حط اللايك. يلا بينا بقى ندخل على الفيديو مادام انتوا شاطرين وعملتولي اللايك. السلام عليكم، ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال ان شاء الله. النهارده هنعمل مع بعض طريقة تخزين الجبنة. هنخزن الجبنة القريش بكل سهولة وسهلة جدا، وهتقعد معاكي من السنة للسنة. بجد تحفة، ان شاء الله تجربوها وتعجبكم. يلا ندخل بقى على الطريقة. احنا معانا هنا 3 كيلو جبنة قريش، وهنحط عليها 4 معالق كبار من حواج المش. في ناس ما تعرفش حواج المش ده، انت تروحي لاي عطار تقولي له عايزه حواج مش هيديهولك، هو بتبقى شويه حاجات كده على بعض فهيديهولك. ومعانا كمان معلقتين كبار شطه، ومعانا كمان 3 معالق ملح. هنقلبهم كويس قوي مع بعض. لازم تقلبيهم كويس قوي عشان الملح والشطه وحواج المش كده يدخلوا في بعض بالشكل ده. ومعانا هنا كمان مصفى تحتيها علبة او تحتيها بولة كده، عشان الجبنة وهي محطوطة في المصفى تبقى تصفي الشرش بتاعها، عشان احنا نسيبها على المصفى تلات 3 ايام وهي كده في التتبيلة او في الخلطة اللي احنا نغلفها بيها. هنا نمسك واحدة بواحدة ونغلفها بكل الجهات بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. نمسك واحدة بواحدة ونغلفها كويس قوي. لازم مفيش اي حاجة باينة من الجبنة، تغلفيها كلها وتحطي في المصفى زي ما انتوا شايفين كده. انا مرضتش اقصلكم الفيديو، حبيت اوريكم عشان ايه، تبقوا شايفين مش واحدة بواحدة. مش تحطوا في المصفى وترشرشوا عليه، لا، انتوا لازم واحدة بواحدة تمسكوا واحدة بواحدة كده زي ما انتوا شايفين، وتحطوا وتغلفوها كويس قوي. احسن طريقة لتخزين الجبنة القريش بجد. عايزة تعملي مش تمسكي لك واحدتين كده بعد ما تتخزن وتضربيهم في الخلاط كده مع شوية لبن، هيطلع معاكي احلى واجمل مش بجد تحفة. عايزة تاكليها كده مع جنب الاكل، جميلة قوي برضو. زي ما انتوا شايفين كده انا ماشية واحدة بواحدة معاكم لحد لما اخلص الكمية. طبعا هي تبقى محطوطة في المصفى تحتيها بولة تصفي كل الشرش اللي هتنزل منه، هنستخدمه تاني. منفعش نرميه خالص، هو ده المادة الحافظة بتاعتنا اللي هتحفظ الجبنة بتاعتنا. زي ما انتوا شايفين كده، انا من فوق ومن تحت ومن الجنب ده ومن الجنب ده لازم اغلفها كويس قوي. طريقة سهلة ومضمونة عن تجربة يعني، انا جربتها كذا مرة قبل كده، فحبيت اصور معاكم بقى المرة دي. ان هو ده وقت الجبنة ان انت تخزنيها، لانه ده وقتها وميعادها. فلو في نيتك يعني عاوزة تخزني الجبنة، انصحك بالوقت ده والميعاد ده تخزنيها فيه، لانه ده بيبقى احسن ميعاد للجبنة القريش، بيبقى طعمها جميل قوي وحلو قوي في التخزين.
طبعا هنا بعد ما خلصنا الكمية كلها هنفضي بقى ايه الشرش اللي موجود كان في الجبنة، هنفضيه كده في كيس تلاجة ونحطه في التلاجة، مش هنرميه خالص، هنحطه في التلاجة لحد ما نخلص كده ايه الجبنة تخلص كده ايه تصفية بتاعتها، وهنرجع نستخدمه تاني. طبعا الجبنة هتقعد بالشكل ده، هتقعد 3 ايام بالشكل ده في المصفى. ما تخافيش، مش هيجرى لها اي حاجة، المهم ان انت تغطيها زي ما انتوا شايفين كده، تغطيها، لازم تغطيها يعني من اي حاجة يعني تقع عليها كده. طبعا هنا تاني يوم زي ما انتوا شايفين كده الشرش بتاعها اللي بينزل. ما تخافيش، ما تقوليش ايه ده اسود مش عارفه ايه، لا ما تخافيش، هو اسود من التتبيله اللي غلفناها بيه من الحواج المش والشطه وكده، هو اسود، لكن احنا مش هنرميه خالص لان ده الماده الحافظه بتاعته ولونه حلو. ده في ناس بتفرح قوي باللون ده علشان بتخلي لون الجبنه كده حلو. بتشوفوا انتوا الجبنة اللي بتتشري او كده بيبقى لونها غريب كده، هو بيبقى من الخليط اللي غلفنا بيه من التغليفة بتاعة الجبنة. زي ما انتوا شايفين كده انا كل يوم ال3 ايام كل يوم بقلب الجبنة كده، طبعا ايدي تبقى نظيفة وناشفة ما فيهاش مية خالص، وبقلب الجبنة كويس قوي، اخلي اللي فوق تحت واللي تحت فوق علشان ما حاجاش تبقى متصفى وحاجة لا، فلازم تقلبيها كويس قوي الشكل ده. تقعد 3 ايام تقلبيها كويس وبالراحة وانت بتقلبي، طبعا هي بتجمد من تاني يوم كده، هي بتجمد. وهنا بقى اليوم التالت بعد ما خلصت كده وصفت كويس قوي، ده اليوم التالت بقت بالشكل والقمر والجمال الحلاوة دي كلها، وصفت بقى كويس قوي وتمت ناشفة كده حلوة معانا، مش ناشفة ولا طرية، حلوة وسط. هنشيل بقى المصفى كده، وده الشرش بتاعها اللي نزل، هنصفي بقى عليه الشرش اللي احنا شلناه في التلاجة مع بعض في اول الفيديو، كان محطوط في التلاجة كده عشان نستخدمه تاني، عشان ده المادة الحافظة بتاعة الجبنة هنحطه تاني فيها. هنقلبه كويس، طبعا هنجيب بقى هنا ايه علبة تلاجة هنحط فيها الجبنة، نرصها كويس بالراحة كده ونرصها. طبعا هي الجبنة بتبقى حلوة ماسكة نفسها، وزي ما قلت لك تبقى ايه غاسلة ايدك كويس وناشفة ايدك متبقاش فيها مية، وهنرصها كده بالتساوي زي ما انتوا شايفين، ولونها جميل قوي، جميل جدا يعني. عايزة تعملي بقى مش كده، عايزة تعملي حاجة بصي تحفة ان شاء الله بعمل معاكم منها مش. بصوا هنا حبيت افتح لكم واحدة، بصوا قلبها جميل قوي، جميلة جدا، وطعمها والله يا جماعة تحفة، وهي في المرحلة دي طعمها جميل جدا. هنا حبيت ادوق معاكم كده حتة منها، جميلة جدا. بقول لكم جامدة. ما تنسونيش بقى باللايك يا جماعة بالله عليكم، عشان والله اللايك هو اللي بيرفع الفيديو، فبالله عليكم كده اللايك، يعني هي يعني مش هياخد حاجة، انا مش عارفة انتوا شو بتعملوا لي اللايك ليه، اعملوا لي اللايك بالله عليكم. وجزاكم الله كل خير، يعني اعتبروها كده يعني حاجة لله، يعني جبر الخواطر يعني، فلازم تعملوا لي اللايك بالله عليكم كده عشان هو اللي بيرفع الفيديو. طبعا هنا حطينا في قلب بين الطبقة الأولى والطبقة التانية حطينا هنا ايه قشر البرتقال عادي، لو موجود عندك اللي هو اليوستفندي بيبقى حلو برضو، بس انا كان موجود معايا الا القشر البرتقال العادي ده فحطيته، ده مش هيقول حاجة، لازم القشر البرتقال بيدي نكهة جميلة قوي وطعمة حلوة يعني، فلازم تحطي قشر البرتقال، فلو موجود عندك استفندي يبقى تمام. طبعا هنا بعد ما خلصنا كده الكمية حطيناهم في علب تلاجة، وحطينا بقى ايه ننزل بالشرش كده زي ما انتوا شايفين،
مش لازم تغطي الشرش، مش لازم يغطي الجبنة، مش هيجرى لها اي حاجة خالص. ما تخافيش يعني. هنا بالشكل ده بعد ما خلصت، لونها تحفة وريحتها بصي، الريحة تحفة 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 يعني. هي دي كل الكمية كده. وهنغطيها بقى ايه، بأكياس تلاجة كده، علشان ايه تحفظها، ما يدخلش فيها هوا، يعني لازم أكياس تلاجة عشان ما يدخلهاش هوا. بالشكل ده. ان شاء الله تجربوها، وبألف هنا للي يجربها، ان شاء الله تعجبكم. وما تنسونيش بقى باللايك بالله عليكم، والاشتراك في القناة لو ما اشتركتوش، وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. وبحبكم في الله. وان شاء الله كده انزل لكم وصفات حلوة قوي قوي. وكل سنة وانتم طيبين بمناسبة دخول رمضان. طبعا هنحطها كده على الرخامة. هنسيبها كده بتاع 10 ايام على الرخامة بالشكل ده. عايزة تبدأي تاكلي فيها عادي جدا، هي حلوة قوي وتتاكل. طبعا انا اسيبها ل10 ايام. وهحط بقى امسك ايه بالمسكة كده كل اتنين، احطهم في كيس تلاجة واحطه في الفريزر. ليه بقى في الفريزر؟ هي مش هتعيش في المادة الحافظة بتاعتها وكده. لا هتعيش وكل حاجة، بس انا استخدامي ليها مش كتير. يعني احنا كل فين وفين كده لما بنبقى عايزين مش وكده. انا بحب المش منها. فاستخدامي ليها مش كتير، فعشان احتفظ بيها لمدة اطول يعني سنة سنتين براحتي، بحط كل اتنين كده في كيس تلاجة واحطه في الفريزر على قد استخدامي. طبعا انتي بألف هنا ممكن تبقي بتعمليها بتستخدميها كتير يعني ولا كده، فعادي تقدري تحطها في التلاجة. وبس كده، والفيديو بتاعنا خلص، وبألف هنا للي يجربه. ما تنسونيش بقى باللايك. سلام.